ده ذا بلايند ديت شو، ودول اتنين معشوش في مصر قبل كده، والبرنامج عباره عن اتنين بيسالوا بعض اسئله، واللي بيقول للتاني كلمه عربي يخسر، وبيتكلموا هما الاتنين في 3 راوندز عن مواضيع مهمه جدا. هنصرف ايه؟ هنلبس ايه؟ السوشيال لايف ايه؟ صحابك الولاد كام واحد وقد ايه؟ هو انا لو سافرت مع البيست فريند بتاعي هتديني مفتاح الشاليه؟ ما عندكش اصلا؟ احي. بيبتدي السيزون التاني من البرنامج مع اتنين ما يعرفوش الدنيا عملت فيهم كده ليه، وبيسالها انت مين ومنين، فقالت له انا من اسكندريه وانت؟ قال لها وانا يحيى، هاف ايجيبشن هاف مصري. وفي كام نقطة كده لازم نبقى متفقين عليهم. الولاد مالهم؟ بحبهم عشان صحابي. والبنات مالهم؟ بحبهم عشان صحابي. والمايوهات مالهم؟ بحبهم مفتوحين عشان صحابي. وبيحكي لها عن قد ايه هو روش وكول وفكره متحرر. فبيقول لها انا بحب اسهر كل يوم في هولندا في الستريب كلاب. لو في يوم جيت قلت لك تلبسي ايه وما تلبسيش ايه، تعالي صوتك عليا وتقولي شات اب. ولو ما عجبكيش كلامي تقدري في اي وقت تعملي لي سكرول اب. بتتصدم منها كده من كلامه، وبتقول له وانت بتطلع لي اسود ما فيك ليه؟ فقال لها ده مش اسود ما فيا، ده احسن ما فيا. انت بقى قولي لي ايه اسود ما فيكي؟ فقالت له شعري. وبتساله بقى انت معاك كام في البنك؟ فبيقول لها ايه ده انت ماديه ولا ايه؟ قالت له ابدا، انا اخر حاجه تفرق معايا الفلوس بتتصرف في ايه، لان انت كده كده اللي هتدفع. فقال لها انت داخل على طمع بقى. فقالت له لا، بقول لك ايه، ركز معايا كده. البنت اللي انت بتتكلم معاها دلوقتي، اللي هو انا يعني اللي ورا الحيطه دي، لو انت ارتبطت بيها دلوقتي هتبقى بتحبها ولا لا؟ فقال لها اكيد هبقى بحبها. بتحبها قوي؟ بحبها قوي. فقالت له خلاص لو بتحبها وسع رزقها. فبيقول لها يحيى وهو مصدوم، هو انا عشان راجل شرقي متزمت وبطلب منك تلبسي مايو بيكيني قطعتين تعملي فيها كده؟ لكن في اخر الحلقه هما الاتنين بيقولوا يس وبيخرجوا مع بعض، عشان كل اللي في الحلقه ده اغلبه بيبقى هزار وخي وكده. بيجي الديت اللي بعد كده، واللي بيكون بين اتنين ما بيقتلوش بعض الحمد لله لحد دلوقتي. وبيقول يوسف اللي هو ده لداليا اللي هي دي، مساء الخير، اعرفك بنفسي، كابتن يوسف، اقوى واحد فينا. بصي بقى، انا اخر حاجه بتفرق معايا في البنت شكلها، اهم حاجه عندي الروح. وبما ان الروح والشكل واجهين لعمله واحده، فيلا بينا نتكلم على الشكل. طولك كام؟ وزنك كام؟ تدي نفسك في الجمال درجه كام؟ انتي ما بترديش عليا ليه؟ ايه الكلام؟ وبيقوم مديها ورده حمراء كده، فبتقول له ميرسي والله دي ورده. فقال لها لا دي ريد فلاج. بيبتدي يوسف وداليا بقى يتناقشوا في مستقبلهم سوا اللي ملوش ملامح. فبيقول لها خدي بالك انا راجل قوي وما اقبلش ان مراتي يكون ليها اصحاب ولاد. خدي بالك كمان ان انا شايف ان البنت هي اللي تطبخ في البيت عادي، الست هي اللي بتاخد بالها من عيالها اكيد. ايه الصوت ده؟ لا انا بتنفس عادي. بتيجي الحلقه اللي بعد كده، وبيبقى فيها اتنين ما يعرفوش يعني ايه حب قبل كده. فبتقول له هاي، فبيقول لها هلا. ايه ده؟ الله، انا بحب اللبنانيين قوي. فقال لها انا مو لبناني، انا سوري. فقالت له ايه ده؟ الله، انا بحب السوريين قوي. فقال لها لا بمزح، انا مو لبناني ومو سوري، انا مصري. فقالت له ايه ده؟ الله، انا بحب الكدابين قوي. بقول لك ايه، خلينا نخش في الموضوع، لو بتحبها روح تقدم لها حالا. فقال لها تقبريني. قالت له الله، ايه ده؟ مش ممكن، بقك بينقط طوميه. بتيجي بقى الحلقه الاعظم ما بين استاذه بدوين انجيل الشهيره بملك بدوي، واللي بتبقى لابسه فستانها الاحمر الذي يجعلها ثائره، واستاذ سيف توتالي فاين، اللي اول ما بيقعد بيقول لها هاي ازيك، اكيد مش زيك. فبيقولها ايه ده، في ايه؟ فقالت له ايه ده، انت مش عاجبك ولا ايه؟ لا انت شكلك توكسيك. بعدين بليز حاول تفهم ان انا انسانه خجوله وبتكسف، بليز حاول تقدر ان انا مكسوفه. فقال لها انت بتشتغلي ايه؟ فقالت له ممثله. طب وايه اكتر حاجه اتشفتي فيها؟ قالت له سمعت عن ذا بلايند ديت شو. وبتساله بقول لك ايه، انت عندك مشكله ان البنت اللي انت ارتبطت بيها في يوم من الايام تكون باست حد قبل كده؟ فقال لها طفل يعني؟ فقالت له لا بوسه رومانسيه. فقال لها ايه ده في التمثيل عندكم في سياق الدراما؟ فقالت له في سياق الدراما بس ده لو اعتبرنا ان الدنيا عباره عن مسرح كبير. وبعدين بليز حاول تقدر ان انا مكسوفه. قول لي عندك مشكله ان اروح للبيست فريند بتاعي البيت في وجود اهله؟ طبعا لو عنده مشكله ومتضايق عشان احلها له، بس بليز حاول تقدر ان انا مكسوفه. بقول لك ايه، انت عندك مشكله لو حضنت اصحابي وانا مرتبطه؟ بقول لك ايه، انت عندك مشكله في دماغك بقى ان انا ابقى مرتبطه بيك بس اقول لك رايحه فين وجايه منين والكلام ده؟ بقول لك ايه، انت عندك مشكله لو اكلت مال اليتيم؟ بس بليز حاول تقدر ان انا مكسوفه. وطبعا هي حره ومن حقها تعمل اي حاجه عايزاها، بس صعبان عليا الواد يا عيني لما قال لها ان عنده مشكله، قالت عليه قفل ومحتاج يتظبط وقليل الادب ومش عاجبني. لا مش عاجبني، كان عنده حق خالد مختار. بنروح بقى للحلقه اللي بعد كده، واللي تعتبر ترند البرنامج ما بين فرح وعلي، اللي بيقول لها هاي عامله ايه؟ بتقول له انت عامل ايه؟ قال لها انا كويس وكل حاجه، بس مبدئيا كده عشان نبقى متفقين على حاجه مهمه في اول الديت، الراجل هو نص المجتمع. وبيقوم مديها طبق النودلز بتاعه، فبتقول له بسم الله ما شاء
شاء الله، ايه البريسلتس والخواتم دي كلها؟ انت شغال في سوق السلاح؟ الا قول لي بقى انت نظامك ايه في الهدايا؟ قال لها يو يو يو، ده انا صاحبتي دي من كتر الهدايا هدلعها. طب لو الهديه ما عجبتهاش ارجعها. طب لو جبت لي هديه وغيرتها وبرضه ما عجبتنيش هولعها. ما هو بصي اصل انا عمري ما هزعل منك. طب انا ما بعرفش اطبخ، مش مهم هطبخ انا. وما بعرفش اوضب وانضف، عادي يا ستي هنضف انا. ومش هبقى فاضيه للاولاد، مش مهم هرضعهم انا بالببرونه طبعا. ما هو اصل بصي انا عمري ما هزعل منك. طب بقول لك ايه، خد التقيله، انا ممكن اسافر مع اصحابي واصحابي دول ما يحبكش، فهضطر اسافر معاهم لوحدي واسيبك عشان هم مش بيطوقوك. قال لها حقك طبعا، ليه اسافر مع ناس ما بتحبنيش وليه اعكنن عليكم السفريه؟ فقالت له ايه ده، في ايه، هو انت ما بتغيرش خالص؟ قال لها لا طبعا بغير، امال ايه؟ فقالت له فين ده، اعمل ايه يعني عشان اخليك تغير؟ فقال لها زغزغيني. فبتجيب فرح بقى من الاخر وبتقول له طب بقول لك ايه بقى، انا دلوقتي ليا بيست فريند. حقك، مش بيست واحد، دول كتير، بسم الله ما شاء الله اجتماعيه. وانت بقى هتيجي تقول لي نازله مع مين وجايه مع مين والبيست ايه والعصير ايه وقاطع مين ولا ايه؟ البيست فريندز بتوعي دول خط احمر. فقال لها حبيبتي انا اصلا لو قلت لك حاجه زي كده سيبيني، انا مين انا عشان اقول لك كده؟ ده انا حيالله هبقى خطيبك او جوزك. بعدين في حاجه مهمه عايزه اقولها لك، بصي اصلا انا عمري ما هزعل منك. ففرح بصت له وقالت له الا صحيح انت قلت لي حيوانك المفضل ايه؟ قال لها وحيد القرن. فقالت له بقول لك ايه، مش انت مش عايز تزعلني؟ يعني انا دلوقتي فتاة احلامك، هل انت بقى بتحب فتاة احلامك دي؟ فقال لها اه بحبها. بتحبها قوي؟ اه بحبها قوي. طب لو بتحبها اقعد جنبها. وطبعا يا جماعه احنا بنهزر وبنروش وهوب هاي وكده، انا نفسي لو كنت موجود في حلقه من الحلقات كنت سفيت على نفسي اساسا. خليكوا فريش وما تنسوش بقى تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده والقديمه. سلام.